السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا مشاهدينا ومستمعينا قناة جت في العارضة، أهلا وسهلا بيكم. معاكم فيديو جديد، والنهاردة النادي الأهلي كان عنده مباراة مهمة جدا في بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام سان جورج، وقدر النادي الأهلي يفوز بمجمل اللقاءين 7-0. المباراة كانت سهلة، وقدر النادي الأهلي يعني يفرض سيطرة مجريات المباراة من أول دقيقة لحد آخر دقيقة، سواء في المباراة الأولى أو في المباراة الثانية. النادي الأهلي هنتكلم بقى على بطولة تانية. النادي الأهلي قفل البطولة وبيشوف بطولة تانية. هو خلاص ضمن أو وصل خلاص دور المجموعات. هننتظر بس نعرف القرعة هتبقى جاية ازاي بعد ما جميع الفرق طبعا تخلص. المباراة الأهم للنادي الأهلي دلوقتي حاليا وهي مباراته في كأس مصر. هنتعرف على موعد اللقاء وقناة الناقلة، وهنتعرف على طبعا الفريق المنافس. قبل ما ندخل في التفصيل نتمنى منكم لايك وشير، ويلا بينا ندخل في التفصيل على طول. النادي الأهلي الموسم ده بادئ مبارياته بشكل كويس جدا. قدر يفوز على المصري بنتيجة 4-0، وكانت في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، وفي بطولة أفريقيا دور 32 الدور الإقصائي قدر يفوز على سان جورج بنتيجة 7-0 في مجموع اللقاءين، وكانت مباراة في متناول النادي الأهلي. النادي الأهلي داخل البطولة الجديدة وهو دور نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي 2022-2023. عنده مباراة صعبة أمام فريق إنبي. ليه صعبة؟ لأن فريق إنبي عاوز يفوز على النادي الأهلي عشان يكون طرف في المنافسة على كأس السوبر بالنظام الجديد. لو كأس السوبر المصري هيقام الفترة في شهر 12 القادم. دور نصف النهائي دوت هيبقى مباراة الأهلي ضد إنبي. المباراة هتبقى يوم الأربع من شهر أكتوبر. هيبقى اليوم الرابع، يعني هتبقى يوم 4/10/2023. المباراة هتبقى الساعة 7 بتوقيت القاهرة، وهتكون طبعا هتذاع على قنوات اون تايم سبورت. أما تشكيل النادي الأهلي المتوقع لهذه المباراة فهيكون يعني هننزله قبل المباراة، يعني مفيش أو يعني وقت بسيط جدا، بحيث نبقى لمينا القايمة كلها وهنشوف مارسيل كولر عمل قايمة ازاي، وبناء على القايمة دي هنقدر نحط تشكيل النادي الأهلي. في النهاية نشوف توقعاتكم لنتيجة المباراة ديت. هل إنبي هيقدر يحقق نتيجة إيجابية من النادي الأهلي عشان البطولة التانية اللي هو باصص عليها، لأن هو هيبقى قدامه فريق تاني زي فيوتشر لو ما كسبش النادي الأهلي. بالتوفيق للنادي الأهلي في المباراة القادمة، ونتمنى منكم لايك وشير للفيديو، وطبعا اشتراك على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.